الناس ما بتشتريش المنتج الصح، الناس بتشتري المنتج اللي اتباع لها بالطريقة الصح. وبالطريقة الصح هنا اقصد ان انت عرفت تلاقي المدخل النفسي للزبون عشان يقتنع باللي بتبيعه. ودي جاية من علم الاقتصاد السلوكي اللي بيكشف ثغرات في سلوك المستهلك بتخليه ياخد قرار البيع على أسس تانية خالص ملهاش علاقة بمواصفات المنتج. فمهما كان المنتج بتاعك ومهما كانت ميزانية التسويق بتاعتك، لو مركزتش على المدخل ده مش هتقدر تبيع حاجة. فخليني اقول لك في الفيديو ده اقوى 10 اساليب نفسية تخليك تبيع بيها اي منتج لاي حد. معاكم شادي السيد، مستشار تسويق وبراندنج. عملت حملات تسويقيه سواء اونلاين ولا اوفلاين مع شركات من جميع انحاء العالم، وفي الصفحه دي بديك ناتج وخلاصه تجربتي عشان اساعدك تكبر سواء في البيزنس بتاعك او الكارير بتاعتك. فلو هدفك حاجه من الاتنين دول يا ريت تتابعني. قبل ما ندخل على ال10 اساليب دول، خلينا الاول نفهم اساسها العلمي. في عالم نفسي اسمه دانيال كانمان، الحائز على جائزة نوبل وصاحب الكتاب العبقري Think Fast and Slow، التفكير السريع والبطيء. شرح فيه ان دماغنا بتشتغل بطريقتين، طريقة اولى سريعة عاطفية بتشتغل تلقائيا وسماها سيستم 1، وطريقة تانية بطيئة بتحلل وبتفكر بهدوء وسماها سيستم 2. واللي اكتشفوا ان اغلب الناس بتستخدم النظام العاطفي المتهور في اتخاذ القرارات الشرائية، وبعد كده بتستخدم النظام التحليلي عشان تبرر القرار ده. طيب ازاي تخاطب النظام ده؟ تعال بقى نعرف الاساليب ال10. اول اسلوب هو الديفولت بايس. الناس بتحب تختار السهل، دماغنا دايما بتميل للحل اللي مش محتاج مجهود، بنحب الطريق اللي مفهوش تعقيدات حتى لو في اختيارات تانية افضل. لما تيجي تعرض اكتر من منتج او اكتر من اوبشن، ساعد الناس في الاختيار بدون مجهود او تردد. مثلا لو بتعرض 3 تيشيرتات، خلي النوع اللي عايز الناس تشتريه عليه علامة الاكثر مبيعا، وهتلاقي الكلام ده بيتعمل فيك لما تيجي تعمل اشتراك في اي حاجة وتلاقي كلمة ريكومندد مكتوبة. تاني اسلوب هو الفريمينج افكت، طريقة كلامك عن المنتج وطريقة كلامك عن المزايا نفسها. الناس مش بتشتري المنتج، الناس بتشتري النتيجة. فلو انت مثلا شخص بيبيع كورسات، بدل ما تتكلم عن الكورس ومكوناته، اتكلم عن النقلة اللي هيعملها الكورس ده في حياة الناس، سواء نقلة مهنية ولا مالية. فحاول دايما تدور على النتيجة اللي الناس عايزة توصل لها، وعيد صياغة رسالتك الإعلانية أو حوارك عليها. ثالث اسلوب هو الانكرينج. الناس دايما بتقارن الاسعار باول رقم بتشوفه، عشان كده في محلات براندات الملابس العالميه اول ما تدخل بتلاقي السعر الغالي، وبعدين بيحطوا المنتجات اللي سعرها قليل عشان لما هتيجي تقارنها بالسعر اللي شفته في الاول هتكون ولا حاجه. فلما تيجي تبيع منتج لحد، ما توريش المنتج اللي عايز يشتريه او السعر اللي عايزه يدفعه الاول، وريه حاجه يقدر بعدها يقارن على اساسها فيحس بالفرق. خلينا اديك مثال بسيط. لو انت مثلا بتبيع عقارات، اكبر غلطه ممكن تعملها انك توري العميل احسن حاجه عندك الاول. لازم توريه حاجه مش هتعجبه سواء بقى بسبب السعر او المساحه، وبعدين وريه الحاجه اللي انت عايز تبيعها. المقارنه هنا هتخليه يحس انه فعلا بياخد ديل افضل. رابع اسلوب هو الانداود بروجريس افكت. تفتكر ليه لما تيجي تعمل تشيك اوت لمنتج او تملى استماره او حتى تعمل تسجيل على تطبيق، بتلاقي مكتوب لك فاضل كام خطوه عشان تخلص؟ الناس بتستخسر تسيب الحاجة لما تبقى عارفة انها قربت تخلصها. فلما بتقدم منتج او خدمة، الناس محتاجة تمشي فيها على خطوات، وريهم فاضل لهم قد ايه قبل ما يغيروا رأيهم. جربها على صفحة التشيك اوت بتاعتك لو انت عندك اي كوميرس ويب سايت، وخلي العميل يشوف فاضل له كام خطوة ويدفع. خامس اسلوب هو السكارسيتي فريمينج او الندرة. لما الناس تحس ان الحاجة قليلة او العرض محدود بتاخد قرارها اسرع. عشان كده امازون مثلا دايما بتقولك فاضل قد ايه في المخزون. فحاول تستخدم الندرة في عروضك واعلاناتك. قول للناس ان عدد القطع محدود، او ان العرض هينتهي قريب، او العرض ده ساري لحد يوم كذا. الكلام ده هيخليهم ياخدوا اكشن بسرعة. سادس اسلوب هو الكوميتمنت بايس. حاول تخلي الناس تقدم التزام مبدئي. لو تقدر تقدم حاجة مجانية تخلي الناس تبدأ على الأقل مشوارها معاك، اعمل كده، لأن ده بيحطهم على طريق في الغالب بيكملوا فيه. مثلا لو بتقدم تدريب شخصي، اديهم حصة مجانية. لو بتقدم منتجات تجميل، اديهم سامبل مجانية. لو بتقدم كورس، اديهم كتيب مجاني، واعمل بعد كده فولو اب معاهم، وفي الغالب الرد هيكون ايجابي. سابع اسلوب اسمه سيلينس افكت. الحاجه الغريبه او المختلفه اللي بتشد العين بتلفت انتباه الناس. اكيد انت شفت اعلانات السي جي اي وازاي الناس كانت بتتفاعل معاها. ده مثال للاسلوب ده. ومش شرط انك تعمل اعلان زي ده، ممكن تعمل حاجه جديده في طريقه تصوير المنتج نفسه. لو الناس متعوده تشوف فئه المنتجات اللي بتبيعها بشكل معين وانت كسرت القاعده دي، ممكن يكون في التاج لاين او الرساله بتاعتك.
فحاول تكون كرييتيف ومختلف في اسلوبك. تامن اسلوب، استخدم الباور بتاع كلمة مجاني. الحاجة المجانية دايما بتحفز الناس يجربوا. كلما امكن حط العرض بتاعك في صيغة بتقدم شيء مجاني او بيقول كلمة مجاني. ده حتى الابحاث لقت ان اشتري منتج وخد التاني مجاني اقوى بكتير من عروض 50% خصم، برغم انهم ممكن يكونوا نفس الشيء، بس كلمة مجاني خلت العرض مغري اكتر. الاسلوب التاسع، استغل البدايات. البدايات دايما فرصة لناس كتير انها تبدأ بداية جديدة، يعني مثلا بداية السنة ولا بداية حتى شهر ولا اسبوع جديد. لو عندك فرصة انك تربط العرض ببداية فترة زمنية معينة او تربط الرسالة بتاعتك ببداية جديدة، اعمل كده. واقرب مثال لده اشتراكات الجيم اللي بتزيد دايما في بداية اي سنة. وعاشر اسلوب هو الخوف من الخسارة. الناس بتفضل انها ما تخسرش عن انها تكسب، فلو في عندك شيء ممكن يخسره العميل لو ما استخدمش المنتج بتاعك، استخدمه في اعلانك. يعني مثلا لو بتقدم منتج للعناية بالشعر، قول شعرك مش هيرجع صحي في يوم وليله، ابدأي روتين العناية بشعرك دلوقتي. بالشكل ده انت خليت العميل يحس ان في حاجة هيخسرها ممكن ما تتعوضش بالرسالة بتاعتك. الاساليب دي تقدر تستخدمها في اي مجال انت فيه، فابتدي جربهم وشوف انهي طريقة جابت نتيجة افضل معاك، واسألني في التعليقات لو عايز نفكر في امثلة ليها علاقة بالبيزنس بتاعك. يا ريت لو استفدت من الفيديو تعمله لايك وتابعني عشان ما يفوتكش الفيديوهات الجاية، والسلام عليكم.